تغلب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بهدفين نظيفين على حساب نظيره مولودية وجدة في مباراة الجولة 15 من الدوري الاحترافي. وانطلقت مجريات الجولة ببحث الفريق البيضاوي عن فتح ممرات في الخط الخلفي للفريق الوجدي من خلال مناورات هجومية مسترسلة دون أن يتمكن رفاق أنس الزينيتي من تحقيق المراد. وتواصلت مجريات المباراة بنفس المنوال إلى غاية الدقيقة 36 حيث تمكن صابر بوغرين من هز الشباك وإحراز هدف السبق لفريقه الرجاء الرياضي، قبل أن يعزز مهدي موهوب النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 90. وارفع الرجاء الرياضي رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 33 في صدارة ترتيب البطولة، فيما جمدت الهزيمة رصيد مولودية وجدة في حدود 16 نقطة بالمركز 10.